في عالم ون بيس الناس ديما كتربط القوة بالحضور. الشخص اللي كيدخل وكيسكت المكان كامل، النظرة المرعبة، هاكي ملكي، وهي بتخليك تعرف باللي هاد الإنسان خطير. ولكن الحقيقة أخطر الشخصيات ماشي هي اللي كتعنى بالقوة، بل العكس، أخطرهم هو اللي تقدر تشوفه قدامك وتحسبه مجرد شخص عادي. صابو دخل الماريجوا أخطر مكان في العالم، مكان فيه إيموساما والجوروسي، وهاد الناس عندهم إحساس مرعب بالحضور، أي شخص قريب منهم كيحسوا به بسرعة. ولكن صابو دخل بقى كيتصنت عليهم وشاف أكبر سر في العالم، وحتى لآخر لحظة ما حسوش به. وهنا كتفهم واحد الحاجة خطيرة، التحكم الحقيقي في القوة ماشي هو تخوف الناس، التحكم الحقيقي هو تكون وحش ولكن تخلي الجميع يشوف كل شيء. ولوفي هو أحسن مثال هاد الفكرة، تشوفو تضحك قصير وعفوي وكياكل بزاف وكيتصرف بحال الأطفال. وفي الباف لوكي كان مربوط، أي شخص عادي غادي يشوف فيه فرصة سهلة، لكن لوفي مستعرضش قوته، ما حاولش يخوفو، ما دار حتى حاجة، خفى الحضور ديالو بالكامل حتى لوكي شاف فيه مجرد طفل صغير. لكن الحقيقة ما عرفش بلي الشخص اللي قدامه يقدر يدمر دولة على قدها. والأخطر ما هادشي، حتى الوحوش ديال لوكي خضعوا لوفي بسهولة، لا صراخ ولا استعراض ولا محاولة يثبت فيها القوة ديالو، حيت الناس اللي وصلوا القمة ما بقاتش عندهم علاش يثبتوا أي حاجة. وزورو مختلف، من أول نظرة كتحس بالخطر، الحضور ديالو ثقيل، العينين مرعبين والهبة ديالو واضحة. أما لوفي وصابو وأولاو، الخطر الحقيقي فيهم هو أنك ما كتفهمش شكون هما حتى كيفوت الوقت، كيضحكوا عادي، كيهضروا عادي وكيبانوا هادئين، ولكن الداخل ديالهم كارثة. وفي الأخير سهل تبين القوة ديالك للناس، ولكن الصعيب توصل لمرحلة في القوة ديالك ما بقاتش محتاجة تصرخ ولا تخوف ولا تثبت أي حاجة، حيت الوحش الحقيقي ما بقاش محتاج يقولك بلي هو وحش، أنت اللي كتحس بيه قبل ما تفهم حتى حاجة، أو قبل ما تفهم علاش.